السلام عليكم المتتبعين العزاز ديالي، نتمنى تكونوا في احسن الاحوال يا رب. اليوم جبت لكم عرض لواحد الشقه جميله. الناس اللي كيسولوا على السكان قلال، هاد الشقه هذه جوج سكان اللي كاينين. الشقه تتواجد في الطابق الاول، جات على شارع الترام محمد الزفزاف، قريبه من جميع المرافق، كلشي كاين حداك. جات قرب مسجد البكاري. كما كتشوفوا معايا هذا هو الشارع ديال الترام، شارع محمد الزفزاف. قبل ما نبدا في التفاصيل ديالها كنبغي نشكركم على الدعم ديالكم، على التشجيعات ديالكم وعلى الكلام الطيب اللي دائما كتقولوا في حقي. كنتمنى يا رب دائما نكون عند حسن الظن ديالكم ونكون خفيفه على قلوبكم. كما كتشوفوا معايا هذا هو الموقع فين كتواجد الشقه ديالنا. خليكم مع الفيديو من الاول حتى الاخر باش تعرفوا جميع المعلومات وجميع التفاصيل بخصوص هاد الشقه هذه. وعلى بركه الله غادي نبداو في التفاصيل ديال الشقه ديالنا. بالنسبه للشقه ما شاء الله شقه جد ممتازه، متراج كبير. الناس اللي تيسولوا على السكان قلال، هاد الشقه هذه راه جوج سكان اللي كاينين، وعندكم السطح مقسوم، يعني كل واحد والنصيب ديالو في السطح، يعني مقسوم على كل واحد عنده الباب ديال السطح ديالو بوحدو. بالنسبه للسطح راه مسموح به للبناء، اللي بغى يبني راه مسموح به للبناء. بالنسبه للشقه فيها 3 البيوت، 2 صالونات، 2 حمامات، لا كويزين تبارك الله كبيره، وفيها سيجور، عندها 2 واجهات شمسه على طول النهار. بالنسبه للشقه تتواجد في الطابق الاول. كما كتشوفوا معايا شقه جد ممتازه ما شاء الله، يعني الاصلاحات مصلوحه. بالنسبه للموقع راه جات في موقع جد ممتاز، جميع المرافق متوفرين، كلشي كاين حداك، وجميع المواصلات متوفرين. جات على الشارع ديال الترام، شارع محمد الزفزاف، قريبه من جميع المرافق. جات قرب مسجد البكاري، المسجد اللي معروف بمسجد البكاري. بالنسبه للشقه فيها 3 البيوت، 2 صالونات، سيجور، 2 حمامات، لا كويزين تبارك الله كبيره، عندها 2 واجهات، 2 سكان اللي كاينين. عندك السطح ديالك بوحدو ومسموح به للبناء. الناس اللي باغني يبنيو يعني راه مسموح به للبناء. كما كتشوفوا معايا الصباغه ديال الخيال، الشقه مصلوحه، يعني السيد يلاه كي صالح الشقه ما شاء الله لظروف خاصه، فخلاتو يبغي يبيع البارطمه ديالو اللي ما ساخيش بها. فالله الله يسهل عليه ويسهل على اي واحد يا رب. والناس اللي يلا دخلوا جداد مرحبا بكم، ما عليكم الا الناس كيبغينا ولا راه ما كيوصلناش الجديد، فتابوناو في القناه باش فيما ننزل شي جديد ان شاء الله يبقى يوصلكم. وشكرا للناس اللي كيتواصلوا معايا وكيخليوا لي كلام طيب في حقي، شكرا لكم. كنتمنى دائما نكون عند حسن ظنكم يا رب، ونكون خفيفه على قلوبكم وكنفيدكم ولو بشي حاجه بسيطه. بالنسبه لهاد الشقه هذه المتراج ديالها هو 116 متر، تبارك الله. راه شقه جد ممتازه. كما كتشوفوا معايا هذا هو المحيط ديال الشقه ديالنا. جات في موقع جميل، يعني كلشي كاين حداك. بالنسبه للمدارس الخصوصيه، المدارس العموميه، المسجد، الحمام، كلشي كاين حداك. وبالنسبه للشميسه راه مشمسه على طول النهار. بالنسبه للثمن السيد تيطلب فيها 99 مليون قابله للنقاش. اللي بغى يجي يشوفها مرحبا، ما عليكم الا تواصلوا معنا عبر الرقم اللي غادي نخلي لكم اسفل الفيديو، وجيو شوفوها مرحبا وتفاوضوا مع صاحب الشقه، والله يسهل على الجميع يا رب. بالنسبه للشقق اللي كانوا عندنا في شارع محمد الزفزاف تباعوا، كانت عندنا بروميير ايطاج والدوزيام ايطاج والطروازيام ايطاج تباعوا. وبالنسبه للشقه اللي تتواجد في اقامه وليلي تباعت، وتباعت السفليه اللي تتواجد في حي الولاء. بالنسبه لاقامه نور سيتي، بالنسبه للبروميير ايطاج تباعت، والدوزيام ايطاج تباعت، والطروازيام ايطاج تباعت. وبالنسبه للناس اللي تيسولوا على البرنوسي القدس، بالنسبه للبروميير ايطاج تباعت، وبالنسبه للدوزيام ايطاج تباعت. مازال كاين عندنا شقه
بروميير ايطاج تتواجد في القدس، اللي بغاها مرحبا في الديور 3 السكان اللي كاينين. الناس اللي تيسولوا على سيدي مومن، راه كاين عندنا شقق في سيدي مومن. بالنسبه للناس اللي تيسولوا على الشقق اللي داخلين في الدعم، كاين عندي بروميير ايطاج وكاين عندي التروازيام ايطاج اللي مازال متباعو في سيدي مومن حي الدومه، مازال متوفرين متراج كبير. اللي بغاهم مرحبا، داخلين في الدعم ديال 7 المليون، اللي بغاهم راه مازال متوفرين. كنتمنى يا رب دائما نكون عند حسن الظن ديالكم ونكون خفيفه على قلوبكم وكنفيدكم ولو بشي حاجه بسيطه، حتى نتوما بدوركم الا عجبكم المحتوى وبان لكم كيستحق التشجيعات ديالكم، فما تبخلوش عليا بالجيمات والبارطاج القناه مع العائله والاهل والاحباب والاصدقاء ديالكم باش تعم الفائده وتشجعوني حتى انا نزيد نحط اكثر ونزيد نجيب لكم الجديد. وراه دائما كاين الجديد ودائما كاين بارطمات ان شاء الله غادي نشاركهم معكم. وبالنسبه لهاد الشقه هذه راه جات في موقع زوين، يعني كلشي كاين حداك، جميع المرافق متوفرين وجميع المواصلات متوفرين. وبالنسبه للاصلاحات يعني راه مصلوحه، اللي خداها ما غيزيد فيها والو. بالنسبه للشقه اللي تتواجد في لاجيروند راه مازال متوفره، اللي بغاها مرحبا، شقه جد ممتازه، تروازيام ايطاج، كاين لاسانسور وجات في موقع جميل، جميع المرافق متوفرين، كلشي كاين حداك. وحتى الثمن راه السيده نقصات في الثمن راه جد مناسب. كما كتشوفوا معايا لا كويزين تبارك الله كبيره ما شاء الله. وكان هذا هو لا فيديو ديال اليوم، كنتمنى نكون كنفيدكم ولو بشي حاجه بسيطه ونكون عند حسن الظن ديالكم يا رب، ونكون خفيفه على قلوبكم. شكرا للجاليه المغربيه ديالنا اللي دائما كيتواصلوا معايا كيشجعوني وكيدعموني، شكرا لكم. ومرحبا بالمغاربه ديالنا اكيد داخل الوطن اللي دائما كيشجعوني وكيساندوني، شكرا لكم. الله يجازيكم بخير. اي واحد كيتواصل معايا في الواتساب وما جاوبتوش يعاود يتواصل معايا، راه ما تيطلعوش ليا الارقام ديالكم، واللي ما جاوبتوش يسمح لي راه غادي نجاوبكم ان شاء الله. غير عاودوا تواصلوا معايا باش يطلعوا ليا الارقام ديالكم. وكان هذا هو لا فيديو ديال اليوم، الى اللقاء الى فيديو قادم ان شاء الله. نتمنى نلقاكم في احسن الاحوال يا رب.